السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتونا. طبعا رجعنا لكم في فيديو جديد. عندنا دلوقتي شخصية بتحارب الشيخ عبد الله رشدي وعايز يطلع على حسابه وعايز يعمل ترند على حساب الشيخ عبد الله. بس طبعا سبحان الله، يعني ربك لما يكون بيحب حد الناس بتحبه، فهي اللي بتدافع عن الشخص نفسه. معانا شخصية اليوم عيسى فاروق. عيسى فاروق ده طالع يتكلم في حق الشيخ عبد الله رشدي. بيقول ايه على الشيخ عبد الله رشدي؟ اسمع بيقول ايه على عبد الله رشدي وبعد كده نطلع ونتكلم. اتفضلوا شوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا من أهل السنة والجماعة. عبد الله رشدي طبعا أنتم تعرفون من هو ومن يكون. ظهر في العديد من اللقاءات مع النساء المتبرجات، وهذه من المخالفات الشرعية الواضحة. غير هذا أنه عقيدته أشعرية وهو صوفي بالأصل. هنا في هذا المقطع أحبتنا نبين من يكون هذا الشخص. بداية دعونا نشاهد هذا المقطع لعبد الله رشدي وهو يتمايل في المولد النبوي. طبعا المقطع حبتنا لا يحتاج إلى تعليق، يعني معازف وغناء في مسجد في بيت الله، وجالس معهم عبد الله رشدي يتمايل مع بعض من الفيديو اللي انت نزلته. طيب انت بتقول الشيخ عبد الله بتاع نساء وحريم، ده بالست اللي هو بتصور معاها ديت، لو مش كانت الصورة حتى متفبركة، يعني حتى لو كانت الصورة حقيقية، يعني ايه العيب اللي في الصورة؟ مثلا الست لابسه عادي، يعني لبس كويس، مش في مثلا شيء يلفت النظر، ولا في مثلا صدر مفتوح ولا دراع مثلا باين ولا مثلا حاجه مثلا يعني ايه تشد الانتباه للشديده ديت يعني. طبعا المعروف عن النساء الخليجيات ان هم دايما حته الشعر اللي هنا دي بتبقى باينه عندهم، يعني بيلبسوا الطرحه ودايما حته الشعر بتبقى باينه عندهم. فدي طبعا ما فيهاش اي مشكله خالص ولا تعيب الشيخ عبد الله رشدي. تمام. ثانيا انت بتقول ان الشيخ عبد الله عمال يتراقص ويتمايل. اين التراقص والتمايل؟ هل هذا تراقص وتمايل؟ هل هذا؟ امال اللي بيعملوا كده دي بقى يبقى ايه؟ اللي بيعملوا كده يبقى ايه؟ بيطلع فوق وبينزل تحت وبيفضل يجيب يمين وشمال ويجيب شمال ويفضل يهز في جسمه عشان خاطر يتراقص ويتمايل. هل هذا بالنسبه لك تراقص وتمايل من عبد الله رشدي ان هو يعمل كده؟ ده لم يفعل حتى هكذا، لم يفعل هكذا. لماذا تفتري هذا الافتراء يا اخي؟ واين المسجد؟ هل هذا مسجد؟ يعني مثلا مكان محاضره كبيره، مكان مثلا كبير، الاخوه مثلا موجودين وبيتنغموا وبينشدوا انشاد في حب النبي. هل تسمي هذا تراقص وغناء وميول؟ اتق الله، اتق الله يا عيسى يا فاروق، اتق الله وشوف مذهبك كويس وشوف انت بتتكلم عن مين. ثانيا بعد اذن حضرتك، بدل ما تطلع تهاجم الشيخ عبد الله رشدي وتهاجم شيوخك اللي اكبر منك علما طبعا، واحترم اللحيه بتاعتك ديت، اطلع هاجم الجماعه اللي هم بيفتروا على دينك. لو انت مسلم اطلع هاجم الجماعه اللي بيفتروا على دينهم، زي عبد الله رشدي، زي الجماعه اللي زيه، زي الاخوه اللي زيه طبعا بيطلعوا يهاجموا الاشخاص اللي بيحاربوا دينك. طبعا احنا مش بيطلعوا يهاجموا كده اوريدي، لا، هم بيطلعوا يردوا على الاساءه، يعني بيردوا على الاساءه اللي بتجي لهم من ايه؟ من الديانات الاخرى. يعني واحد بيطلع يتكلم على دينك، انت هتعمل ايه؟ هتسكت؟ لا، هتطلع وتتكلم عليه بس بالحجه. يعني الشيخ عبد الله بيطلع يتكلم بالحجه، لا طلع شتم حد ولا اتكلم زي ما انت بتتكلم بالطريقه ديت وتتهجم على الشيخ بالطريقه ديت. فكل اللي اقدر اقوله لك، لو انت قدام الشيخ عبد الله رشدي انا عارف ان انت مش تقدر تكمل اصلا الحلقه معاه. يعني لو انت وهو مع بعض في حلقه واحده مش تقدر تكمل الحلقه معاه. ليه؟ لانه راجل عنده حجه، بيعرف يتكلم، عنده معلومات كافيه ان هو يقدر يقف قدام اي بني ادم وايه
ومش يحاربوا لا ولا يهاجموا لا، بينتقدوا. يعني انت هتتكلم كلام، لا تعالى وانا ادي لك عكس الكلام اللي انت بتقوله ده. انت مين عشان تتكلم بالطريقه ديت؟ تمام. فكل اللي اقدر اقوله لك اتق الله يا عيسى يا فاروق،